انت ليه شايف ان ربنا ما بيحبكش؟ انت ليه شايف ان ربنا ما بيعمل لك اي حاجة في حياتك انت شايفها عقاب؟ لا والله العظيم، ده اختبار من ربنا، اختبار عشان بيحبك، اختبار ربنا بيقيس فيه هتستحمل ولا لا، هتقول الحمد لله على المنع ولا لا، هتقول الحمد لله على العطاء ولا لا. يا ابن ربنا احن عليك من اي بني ادم في الدنيا انت فاكر ان هو حنين عليك. ربنا احن عليك من العالم ده كله، يحطك في اختبار عشان ربنا سبحانه وتعالى عايز يديك اجر، عايز يقويك، عايز يعدك لحاجه جايه في حياتك كبيره قوي. اما ربنا يمنعك عن حاجه في حياتك اوعى تستعجل وتقول اصل ربنا ما بيحبنيش، وتقول اصل ربنا بيبعد عني الحاجه اللي انا عايزها. يا ابني انت ما انتش شايف، انت شايف تحت رجليك، ما انتش باصص لقدام. ربنا عالم ان الحاجه دي كانت هتوجعك، عالم ان الحاجه دي انت مش هتستحملها، عالم ان الحاجه دي هتخليك تقفل على نفسك باب الاوضه وتعيط بالليل وانت مخنوق، عالم ان الحاجه دي ما فيهاش نفع ليك. انت شايف انه بيبعد عنك حياتك كلها، لا، ده ربنا بيأمن قلبك. ربنا عالم وجع قلبك ده عامل ازاي، عالم بالليله اللي هتقفل عليها على نفسك باب الاوضه وتقول يا رب انا لوحدي، يا رب انا اتخنت، يا رب ضحكوا عليا. فربنا عايز يحافظ على قلبك، ومع الوقت هتلاقيه بدلك حاجات ما كنتش تتخيلها. البني ادم اللي خانك وباعك بعت لك احسن منه يصونك. الشغلانه اللي انت فاكر ان انت كنت موقف حياتك عليها اداك شغلانه افضل وافضل منها فوق ما تتخيل. حتى الحاجات اللي كنت بتحلم بيها ربنا حط لك حاجه افضل. يا ابني ربنا بيحبك، ربنا خايف على قلبك، خايف على مشاعرك، خايف على الحاجات اللي جواك.